محمد عواد عمل سقطة في تاريخه الكروي. انا لو كابتن حسام حسن والله ماخده المنتخب. بعد التفويض، بعد كل حاجة حصلت مع بيراميدز، لقينا النادي الاهلي في الصدارة. الدوري ده دوري حلو وليه طعم، ويقدر كابتن عماد النحاس وشكرا برغم اداء النادي الاهلي امام سيراميكا اللي ما كانش مقنع. وده النادي الاهلي ما يكونش مقنع بس بشخصية البطل يقدر يكسب. شفنا ياسر ابراهيم من على خط المرمى بيشيل واحدة في الدقيقة 190، فقدر النادي الاهلي يفوز في مباراة صعبة جدا. على الجانب الاخر تفويض بقى، وزي ما انت عايز قول جماهير بتسقف في الدقيقة الاخيرة عشان الراجل بيشوط في الساعة. ده تاريخ يا معلم، اللي انت فيه دلوقتي ده تاريخك انت على مر العصور. ياما ساعدت الاسماعيلي وياما هتساعد بيراميدز، ويبقى النادي الاهلي فوق الجميع. النادي الاهلي تصدر ب 52 نقطة، محتاج تدعيمات النادي الاهلي، كلام سابق لاوانه. ولكن شفنا العش النهارده مكان رامي ربيعة اللي طالب 80 مليون، قدم مستوى اكتر من رائع. من الظلم احمد نبيل كوكا يبقى باك شمال الوينج. ظلم ان انت احمد نبيل كوكا ده بيدي الكرة في الاوت وضميره مرتاح وبيرجع يغطي وبيعمل الحوار لنفسه. يا عمي ايه، ما هو اشرف بن شرقي ده لو وراه باك شمال بتاع كوره هتتفرج على ابداع. ده مفيش لمسه بتطلع من رجله غير وهو ساحر. بن شرقي ساحر، لعيب كبير قوي.